في زمن مش بعيد خالص كان في حاجات موجودة في حياتنا كلنا تقريبا، بس ما بقتش موجودة دلوقتي. لو حد صغير من شباب اليومين دول شافها هيقولك ايه ده، انتوا كنتوا بتستخدموا ده ازاي؟ انا ندى وده ندى توكس، تعالى اقولك كنا بنستخدمها ازاي. نبدأ بأسطورة الأساطير، شريط الكاسيت. ما كانش في بيت في مصر بيخلى من شرايط الكاسيت. المغنيين زمان كانوا بينزلوا أغانيهم على شرايط كاسيت، والشريط ده كنا بنسمعه في الكاسيت، اللي بالمناسبة هو كمان ما بقاش موجود. الشريط ده كان ممكن تشتريه مليان بأغاني المغني اللي انت عايزه، او تشتريه فاضي وتحط عليه الاغاني اللي انت عايزها. والشريط كان ليه وشين، كل ناحيه عليها عدد معين من الاغاني، يخلص ناحيه معينه نطلع الشريط من الكاسيت ونقلبه ونسمع الناحيه التانية. شريط الكاسيت ده بيبقى فيه شريط صغير من جوه لونه بني، لما كان بيطلع او بيتعقد ولا توديه لمركز صيانه ولا لخدمه ما بعد البيع، القصه بتخلص بقلم رصاص. نفرد الشريط البني ده ونمسك القلم الرصاص نحطه في شريط الكاسيت من النص، ونقعد نلف 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 لحد الشريط ما يرجع في شريط الكاسيت زي الاول، وتحطه في الكاسيت يشتغل ولا كأن حاجه حصلت. وغير شريط الكاسيت كان في شريط الفيديو. زمان كان في جهاز كده يا ولاد اسمه فيديو. الجهاز ده كنا بنتفرج عليه على شرايط الفيديو اللي بيبقى عليها الافلام الجديده او افلام قديمه زي ما انت عايز. دي كانت صناعه كامله، كان في محلات بتبيع شرايط الفيديو او بتأجرها للي عايز يتفرج على فيلم او مسرحيه. الميزه بقى في شريط الفيديو ده انه كان بيديك الفرصه ان انت تسجل اي برنامج في التلفزيون او اي حاجه عايز ترجع تتفرج عليها بعد كده. انا عن نفسي اهلي كانوا بيحطوا على شريط الفيديو الاعلانات عشان اتفرج عليها واكل قدامها وانا صغيره. المشكله بقى اللي كانت بتقابلنا لو انت مسجل على شريط الفيديو ده حاجه وجه حد سجل عليها حاجه تانية، كانت بتبقى كارثه عند الناس. وشريط الفيديو ده كنا بنستخدمه فين؟ في جهاز اسمه الفيديو. وعندك بقى ابو الاختراعات، اريال التلفزيون. ده كان اختراع قومي لوحده وكان بيعمل ازمه في البيوت. الاريال ده كان جهاز صغير طالع منه سلكتين حديد، ممكن تحطه فوق التلفزيون لو الجهاز صغير، او اكبر شويه بتحطه على السطح وبتوصله بالتلفزيون. طيب كانت ايه فايدته؟ ان هو يجيب الارسال للتلفزيون، القناه تبقى مظبوطه مش مشوشه. فمثلا لو انت عندك الجهاز الصغير اللي كنت حاطه على التلفزيون، لو الصوره باظت بتقوم تحرك الاريال يمين او شمال الصوره بتظبط. بس لو الجهاز فوق السطح، كارثه، يطلع حد فوق يظبط الاريال والتاني يقف جنب التلفزيون، وتلاقي اللي فوق بيزعق الصوره ظبطت، تلاقي اللي تحت يقول له لا سنه، تعالى سنه كده، اللي فوق طب كده، اللي تحت لا سنه، تقعد بقى ظبطت، ايوه ظبطت، ينزل، واول ما ينزل بنسبه 70% الصوره بتبوظ تاني. التلفزيون بقى ما كانش بقى شاشه كده صغيره بنعلقها على الحيطه زي دلوقتي، ده كان قطعه اساس مهمه في البيت. تلفزيون ابو ظهر، الشاشه كده من قدام والظهر كبير كده من ورا، لدرجه في ناس كانت بتحط على التلفزيون من فوق مفرش صغير وعليه فازه صغيره او اي قطعه انتيك تدي التلفزيون شياكه كده. ويا سلام لو عايز تنقله من اوضه لاوضه، العيله كلها بتنقله معاك لان التلفزيونات كانت تقيله. طب اسالوني عن الريموت، ما كانش فيه ريموت، كان في شخص في البيت يطلق عليه الريموت، الاخ الصغير او الاخت الصغيره، قوم يا ابني وطي، قوم يا ابني علي، قوم يا ابني اقلب القناه، قوم يا ابني اعدل الاريال. ما كانش فيه ريموت ساعتها، بس كانت احلى ايام. طب ولو انت نازل من بيتك وعايز تطمن اهلك، ما هو مفيش موبايلات، لا لما توصل بقى المكان اللي انت وصلت له، او كابين التليفون في الشارع، او عندك السنترال. عشان كده تلاقوا في افلام زمان البطل قاعد في النادي، جرسون جاي من النادي، تليفون عشان سعادتك يا فندم. في النادي ما هو ده وسيله التواصل الوحيد، هو هيكلمك فين؟ انت بتبقى مبلغ انا في النادي او في الحته الفلانيه. المهم فكان في كباين في الشارع فيها تليفون، مفيش بقى شبكه، مفيش مش عارفه مفيش، هو وسيله التواصل ما بين الكابينه والبيت شويه فكه، فلازم يبقى معاك في جيبك فكه تحط الجنيه عشان تشغل التليفون. بعدها بشويه بقى في كباين بكروت، مثلا كانت الاشهر كباين اسمها كباين ميناتل، كنا بنجيب كده كروت لونها اصفر فاخضر تبع شركه ميناتل دي، اعتقد كان اقل كارت ب10 جنيه، وتقف بقى تتكلم في الشارع برنس زمانك. وطبعا ده كله انتهى مع ظهور الموبايلات. من الحاجات برضو اللذيذه قوي اللي اختفت، كلاكس العربيه. كل اسره كان ليها كلاكس، الاسره كلها بتستخدمه، كلاكسك ونزل لي السبت. دلوقتي بقى وانت تحت رنلي، لا مفيش الكلام ده، زمان كان الكلاكس يتضرب ننزل السبت على طول. انا مفتقده السبت ده جدا بقى، السبت ده كان تحفه بصراحه. السبت ده كان سله باسكت كده بننزله وننده على الراجل بتاع السوبر ماركت اللي على اول الشارع يحط لنا ب50 قرش شيبسي والبان. وكان معظمنا اذا ما كانش كلنا عنده سبت. الصور بقى
مفيش حاجه اسمها ايه اتصور الصوره ما عجبتنيش اخد واحده تانية، اخد 20 واحده تانية واطبعهم كلهم عادي. لا، هو فيلم تصوير وبيتحط في الكاميرا، وكل تكه زرار محسوبه. بتاخد الصوره في الوضعيه المعينه مره واحده، وبتشوفها وتعرف هي حلوه ولا وحشه لما تحمض الفيلم. تروح بقى تحمض الفيلم وتطلع الصور، تلاقي صورة فيها انت مغمض، صورة مهزوزة، صورة فيها صباع اللي ماسك الكاميرا طالع بطول الصورة. اهي اتحمضت وطلعت، وكلهم هيتحطوا في ألبوم الصور بتاع العيلة، الصورة اللي فيها صباع الراجل اللي كان بيصور. وعشان كده دلوقتي لما بنرجع نتفرج على الصور دي نفضل نقول ياه الله كانت أيام راحت لحالها. وده يودينا لألبوم الصور، مش فولدر بقى عندك على الموبايل ولا على اللابتوب فيه شوية صور، لا، ألبوم صور العيلة في كل الصور. صور المصيف اللي طلعناه مع عمه وعمته وخاله وخالته، اول حفله للمدرسه، فضايح العيله كلها لازم تلاقيها في ألبوم الصور. من الحاجات اللذيذه جدا برضو اللي كانت موجوده وكانت اختراع ساعتها، احنا ايه ده وصلنا لقمه التكنولوجي، كان الفاكس. تحط ورقه في جهاز صغير كده اسمه الفاكس، توصل الناحيه التانية للشخص اللي انت باعت له الفاكس بمنتهى الدقه. دي كانت حاجه معديه الكلام، عشان كده تلاقوا في افلام كتير انا هبعت لك فاكس بالخطه. هو ده الفاكس يا جماعه. كمان المنبه، عشان تصحى الصبح كنت بتحط جنبك المنبه يرن وانت نايم، تحط ايدك عليه يطفي، يروح عليك نومه والموضوع خلص. ومن الحاجات اللذيذه جدا كانت الآلة الكاتبه. الآلة الكاتبه دي كانت لطيفه قوي، لان كانوا بيكتبوا عليها ايه خطابات الشركات، اي ورق محتاج عليه كتابه، دراسه، شغل، جوابات، بيستخدموا الآلة الكاتبه. ودايما الشركات الكبيره كنت هتلاقي فيها اقسام للآلة الكاتبه وموظفين بيشتغلوا عليها. برضو دي يعني انتهت خلاص. الغريب ايه بقى يا جماعة، ان التليفون اللي في ايدك النهاردة بقى كل الحاجات اللي انا حكيتها دي، بقى فيه تلفزيون، منبه، كاميرا، مشغل اغاني، تليفون، راديو، خريطة، كل حاجة بقت في الجهاز ده. هي دي حاجة حلوة مش وحشة، بس حقيقي الواحد مفتقد الحاجات القديمة الجميلة بتاعت زمان. بس السؤال المرعب بقى، ايه الحاجة اللي بعد 20 او 30 سنة ولادنا هيبصوا عليها ويقولوا ايه ده انتوا بجد كنتوا بتستخدموا ده؟ قولوا لي ايه اكتر حاجة في اللي انا قلتها فكرتكم بايام زمان، وايه الحاجة اللي عايزيني اتكلم عليها في الجزء الجاي. ودي كانت حكايتنا، اشوفكم على خير، باي باي.